تخيل معايا حياة بلا زواج، حياة فيها الوحدة والفراغ وغياب السند الحقيقي. ودابا تخيل معايا العكس، بيت فيه المودة والرحمة والسكينة، زوج وزوجة صالحين، كل واحد فيهم كيعين الآخر باش ينجح في الدنيا وفي الآخرة. الزواج ماشي غير علاقة بين جوج أشخاص، الزواج هو نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. الله سبحانه وتعالى كيقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. وهذه الآية هي سر الحياة الزوجية الناجحة، حيث ملي كيدخل الزواج للصالحين كيتحول من علاقة عادية إلى سكينة في القلب، راحة نفسية، دعم في الحياة واستقرار داخلي. الإنسان بلا شريك صالح يقدر يعيش، ولكن ما يقدرش يحس بالكمال الحقيقي للحياة. ثانيا، الزوجة الصالحة كنز، والزوجة الصالحة ماشي غير هي الزوجة اللي كتعمل خدمة الدار وصبان طيب إلى آخره. الزوجة الصالحة هي السند في الضعف، الصبر في الشدة، الدعاء في الغياب، والتشجيع وقت الفشل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الزوج الصالح. كما الزوجة الصالحة نعمة، كذلك الزوج الصالح نعمة كبيرة. الزوج الصالح هو اللي كيحترم الزوجة ديالو، واللي كيصونها، واللي كيتقي فيها الله عز وجل، واللي كيبني معها حياة بالحب والعدل. ماشي القوة ولا الفلوس هي الأساس، الأساس هي الأخلاق والرحمة. حيت الراجل الحقيقي ماشي هو اللي كيغوت أو اللي كيفرض السيطرة. الرجل الحقيقي هو اللي كيعرف كيفاش يحتوي البيت ديالو. وملي كيتجمع زوجين صالحان كيكون البيت ديالهم مختلف. البيت الصالح ما كتجبرش فيه الصداع بزاف، كتجبر فيه التفاهم، تعاون، احترام، وكذلك كتجبر فيه البركة في الرزق. وحتى المشاكل كتكون عادية، كتحل غير بالصبر وبالحكمة، ماشي بالصداع وبالعنف. والتأثير البيت الصالح والزوجين الصالحين كيبان حتى على الأولاد. الزواج الصالح كيعطينا طفل مربي عنده أخلاق وعنده استقرار نفسي. وخصنا نكونوا واضحين، ما كاين حتى زواج بلا مشاكل، ولكن الفرق هو الزوجين الصالحين ما كيهربوش من المشاكل، كيواجهوها بالنية وبالصبر وبالحكمة. حيت الهدف ماشي هو شكون غيربح النقاش، الهدف هو نحافظوا على البيت ديالنا. في النهاية الزواج الصالح ماشي صدفة، هو اختيار زائد النية وزائد التقوى. وإلا كنتي باغي تزوج ولا كنتي باغي حياة مستقرة، ما تبقاش تفكر غير في المظهر والفلوس، فكر في الدين والأخلاق والاحترام والتفاهم، حيث هادو هما الأساس ديال السعادة. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو الإخوان، أتمنى يعجبكم الفيديو. اللهم ارزقكم أزواجا صالحين صالحات، واجعل بيوتنا مليئة بالمودة والرحمة والسكينة. والسلام عليكم.